معاكم مينا من محل هيليو كار، ورجعنا لكم تاني النهارده في حلقه جديده هنتكلم فيها عن انواع الشاشات وانواع البوجد، وامتى نجيب شاشه من الفئه الاقتصاديه، امتى نجيب شاشه بسعر غالي، وايه الفرق بين الشاشه الرخيصه والشاشه الغاليه. هنبدا كلامنا وحلقتنا عن البوجد الفئه الاقتصاديه. امتى اشتري بورده جهاز بورده اقتصادي، وامتى اشتري جهاز البورده بتاعته بورده عاليه. لو انا محتاج حاجات بسيطه جدا من الجهاز، زي مجرد ان انا اشغل ابلكيشن، حاجات بسيطه زي اغاني، زي فيديوهات من على فلاشه. لو انا محتاج حاجات بسيطه جدا، ساعتها ابتدي اتجه على الجهاز اللي هو الفئه الاقتصاديه زي ما احنا بنسميها، اللي هي اسعارها بتبدا معانا في السوق من اول 1500 جنيه و1600 جنيه لغايه تحت ال 3000 جنيه. الفئه دي ما نتوقعش منها اداء قوي، ولا في ابل كار بلاي ولا في اندرويد اوتو. البوجد دي اللي هي زي الام تي كي مثلا، زي التي اس 7، البوجد دي كلها بتبقى بروسيسور رباعي النواه، ومش بروسيسور قوي ان احنا ناخد منه اداء قوي جدا. يعني هنلاقي منه مثلا ابل كار بلاي واندرويد اوتو شغال، بس هيبقى فيه لاج، هنتوقع منه لاج. ما نتوقعش منه صوت قوي ومخرج صوت نقيه، يعني مش هيقوم لي عده صوت كامله. الكلام ده كله. فهي الشاشات دي بتبقى على قد الاستخدام اليومي العادي جدا. لو انا هشغل اغاني، هشغل فيديوهات من على فلاشه، ما توقعش منها ان هي هتشغل لي يوتيوب سريع. اليوتيوب عليها هيبقى بطيء جدا. الجي بي اس بتاعي هيبقى تقيل قوي على الجهاز. اندرويد اوتو هيبقى تقيل جدا. ممكن الابل كار بلاي هيشتغل معايا، هيبقى مقبول نوعا ما لو انا الجهاز بتاعي سرعته حلوه. لكن لو احنا بنتكلم ان انا الاساسي بتاعي اندرويد اوتو ويوتيوب وجي بي اس، فانا ما اتوقعش خالص ان انا هاخد اداء من الفئه ديت. هنتكلم معاكم دلوقتي عن البوجد الفئه المتوسطه. البوجد الفئه المتوسطه اللي هي عندنا زي التي 5، زي التي 3، زي التي 100، زي الاي 100. البوجد دي فئه متوسطه، يعني ولا هي فئه اقتصاديه ولا هي فئه بريميوم. يعني نتوقع ان احنا ناخد منها اداء كويس، افضل بكتير من الفئه الاقتصاديه، بس ما هواش اداء توب. يعني عندنا لو احنا مثلا بنتكلم في خارج الصوت، هتاخد منها خارج صوت مقبول، هتاخد منها ابل كار بلاي واندرويد اوتو مقبول، هتاخد منها تشغيل يوتيوب مقبول، هتاخد منها جي بي اس مقبول. لكن ما توقعش ان انا هاخد منها اداء سريع جدا. يعني هي لان الفئه دي بتبقى اغلبها يا اما رامات 2 جيجا، يا اما بورد رباعي النواه برضه بس برامات 4 جيجا. فالبوجد دي بتبقى ادائها كويس نوعا ما، بس ما هواش اداء توب. يعني ما نقدرش نتوقع منها ان هي فئه بريميوم. فالبوجد دي بناخدها لو احنا مثلا عايزين حاجه جهاز سعره متوسط واداؤه في نفس الوقت يرضيني. فعربيه مثلا، عربيه استهلاك يومي، حاجات زي كده، هي دي اللي انا ممكن اتجه للفئه دي فيها. في الجزء دوت بقى هنبتدي نتكلم معاكم عن البوجد البريميوم. يعني البوجد البريميوم اللي هي زي التي اس 10، زي التي اس 18، زي الاف واي تي. البوجد دي بنتوقع منها اداء محترم جدا، وسرعه محترمه جدا، تاتش سريع جدا، وريزوليوشن صوره محترم جدا. البوجد دي بيبقى اغلبها في منها اجهزه بتبقى نازله ريزوليوشن الشاشه اي بي اس، او بتبقى نازله 2K. الاجهزه دي بيبقى كل البوجد بتاعتها زي ما اتفقنا، التي اس سواء التي اس 10، التي اس 18، او الاف واي تي، بيبقى البروسيسور بتاعها اوكتا كور، بتدعم شريحه داتا، بيبقى فيها ايكولايزر دي اس بي. خارج الصوت بتاعها محترم جدا، بتقوم معايا عده صوت بطريقه جامده جدا ومحترمه جدا. الجهاز دوت بتوقع منه ان انا هاخد منه اداء سواء في ال 2 جيجا رام او الاربعه او السته، وبيوصل منه لغايه 8 جيجا رام كمان. فالاجهزه دي بناخد منها اداء محترم جدا، سواء مع الابل كار بلاي او مع الاندرويد اوتو، بشرط ان يكون الموبايل بتاعي اداؤه كويس جدا. يعني ما توقعش ان انا هجيب موبايل اندرويد تقيل قوي وهاخد منه اداء محترم قوي حتى لو الجهاز نفسه سريع جدا. القصه هنا بتبقى كونكشن ما بين الموبايل وما بين الشاشه. فلو الموبايل فيه لينك منه بطيء، هيبقى الموبايل يبقى الاندرويد اوتو على الشاشه معايا بطيء. لكن القصه كلها لو الجهازين لو الجهازين ادائهم كويس، يبقى انا هتوقع ان انا هاخد اداء محترم جدا، سواء كخارج صوت، سواء كتاتش، سواء كاستجابه للاوامر. الكلام ده كله هيبقى الجهاز بتاعي سريع جدا. امتى اركب الجهاز دوت؟ الجهاز دوت لو انا بتضايق قوي من ان في لاج، ببقى محتاج على طول بصفه دوريه الجي بي اس، دايما بعتمد عليه جدا، فمش هيبقى في عندي اي لاج. لو انا غاوي اسمع صوت كويس قوي، هيبقى البوجد دي هي اللي هاخد منها احسن اداء صوت، وافضلهم طبعا كاداء هي التي اس 18. وزي ما قلنا ان البوجد البريميوم سواء التي اس 18، التي اس 10، الاف واي تي، دي بيبقى فيها شريحه داتا. وفي ناس كتير بتسالني يعني ايه شريحه داتا، وايه اللي انا هستفاده من شريحه الداتا. شريحه الداتا بيبقى فايدتها هنا ان انا بقدر استفاد ان في داتا دايما بشكل مستمر على الشاشه من غير ما افتح هوت سبوت للشاشه من الموبايل. طب وايه المشكله لو انا فتحت هوت سبوت من الموبايل؟ المشكله هنا ان انا لو فتحت هوت سبوت من الموبايل،
بضطر ان انا بفصل الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو عن الشاشه، فبخسر الميزه بتاعه ان انا عندي الجي بي اس بتاع الموبايل شغال معايا. عندي الابلكيشن زي انغامي، ساوند كلاود، سبوتيفاي، المكالمات بتاعتي، الكلام ده كله بخسره ان انا عامل كونكشن ما بين الموبايل وما بين الشاشه بالابل كار بلاي او بالاندرويد اوتو. بقى الكونكشن ما بين الشاشه والموبايل مجرد ان هو بلوتوث فقط. فانا بركب هنا شريحه الداتا علشان لو انا عايز افتح اي ابلكيشن على الشاشه نفسها بستخدمها كموبايل تاني. وفي بعض الاحيان ممكن لو انا عايز كمان بعمل منها مكالمات بتصل من الشاشه نفسها على طول، بتبقى كانها موبايل تاني معايا. يعني انا عايز دلوقتي افتح يوتيوب من على الشاشه ومحتاج داتا، عايز انزل عليها اي بي تي في، عايز انزل عليها واتساب، فايبر، ايا كان من الابلكيشنز كلها اللي بتحتاج داتا، عايزه تبقى موجوده بصفه مستمره على الشاشه بعيدا عن الموبايل خالص. ففي الحاله دي محتاج ان انا اركب شريحه الداتا في الجهاز وبعتمد عليها اعتماد كلي، لان احنا عندنا هنا البوجت دي في زي ما اتفقنا ان هي بتعتبر كانها موبايل تاني معايا في العربيه. وبرضه عندنا من اهم الحاجات اللي بتفرق معانا في اسعار الاجهزه، مش هقول الماركه بس هنتكلم عن الوكلاء عامه والضمان. مين بيديني ضمان حقيقي، مين بيديني ضمان وهمي، مين بيديني ضمان 6 شهور، مين بيديني ضمان سنه، في اجهزه بيبقى عليها ضمان سنتين، في اجهزه عليها ضمان 3 سنين، في حاجات بيبقى عليها ضمان استبدال. كل ده بيفرق طبعا معانا في سعر الجهاز. فانا ما افرحش بالجهاز اللي سعره رخيص وفي الاخر ما عليهوش ضمان او عليه ضمان وهمي. لازم اكون متاكد من الوكيل اللي انا بتعامل معاه وباخد الجهاز بتاعه، عشان كل ده بيفرق معايا بعد كده. ودلوقتي بعد ما خلصنا عرفنا المعلومات العامة عن أنواع البجد اللي موجودة في السوق بشكل عام والفئات بتاعتنا زي الفئة الاقتصادية والمتوسطة والفئة البريميوم، امتى اتجه لكل فئة على حسب احتياجاتي. يعني مثلا لو أنا دلوقتي بركب شاشة في عربية علشان مجرد إن أنا هبيع العربية يبقى فيها شاشة، فالقصة دي هتجه لأرخص حاجة موجودة، أو بمعنى أصح الفئة الاقتصادية اللي هي الأجهزة اللي سعرها تحت 3000 جنيه. مش الفئة دي زي ما قلنا بتشغل لي ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بس بيبقى الاجهاز تقيل قوي عليها، فبيبقى الافضل بالنسبه لنا ان احنا نشغل يا اما ابل كار بلاي واندرويد اوتو من خلال الكابل، يا اما ان احنا بنعتمد على الفلاشه في الاغاني والبلوتوث. البلوتوث هنا بعتمد عليه لو انا هشغل اغاني بس من على الموبايل او مكالمات سريعه ومش اكتر من كده، يعني مش بستخدم عليه جي بي اس، مش بستخدم عليه يوتيوب، الكلام ده كله ساعتها بتجه الفئه الاقتصاديه. لو انا بحتاج ان انا اشغل جي بي اس وابل كار بلاي او اندرويد اوتو وبلوتوث واستخدامي كله هو القصه دي، فبتجه ان انا حاجه من الاثنين، يا اما باخد الفئه البريميوم يا اما بتجه للفئه المتوسطه. لو انا الامكانيات عندي ما تسمحش ان انا اخد حاجه بريميوم فبتجه للفئه المتوسطه، يا اما بوردة تي 3 ال يا اما بوردة اللي هي زي ما اتفقنا التي 5. الفرق بين البوردتين هنا ان التي 3 بيبقى صوتها ضعيف شويه، لكن التي 5 بوردة صوتها قوي جدا. اللي بيختلف هنا ما بين ده وما بين دوت الاثنين بروسيسور رباعي النواه، بس التي 5 بتبقى اعلى، تعتبر اعلى من التي 3 وموجوده في بعض الماركات طبعا وكلنا عارفينها. امتى اتجه للفئه البريميوم؟ لو انا عندي الامكانيه ان انا اعلى بالسعر لغايه فوق ال 6000 جنيه وعايز جهاز محترم قوي وخارج صوت محترم ومفيش تهنيج وبروسيسور اوكتا كور، شريحه داتا وشاشه كيو ليد، الكلام ده كله، ببتدي اتجه للبورده يا اما تي اس 18 يا اما الاف واي تي زي ما اتفقنا او التي اس 10. الفئه دي تعتبر اعلى فئه من البوجد موجوده في السوق كله، واعلاهم التي اس 18، ودي باخد منها احسن اداء ممكن نتخيله سواء من اول 2 جيجا رام لغايه 8 جيجا رام. في النهايه احب اقول لكم ان مش كل جهاز راماته عاليه وسعره رخيص يبقى هو الجهاز دوت ده اللي قدم لي الفاليو فور ماني. لا، انا لازم اتاكد ان الجهاز دوت الاندرويد اللي عليه حقيقي مش اندرويد فيك، لازم اتاكد ان الداتا اللي موجوده على الجهاز دي اندرويد حقيقيه مش داتا مضروبه. يعني ما يبقاش جهاز راماته 1 جيجا وهو اجي لي 4 جيجا رام، لا احنا ممكن نتاكد من الكلام ده كله من غير ما نفتح الجهاز خالص. في ابلكيشن اسمه سي بي يو زد دوت بينزل على الجهاز من البلاي ستور عادي جدا، والجهاز دوت بيطلع لي كل الداتا الحقيقيه بتاعه الجهاز. يعني انا دلوقتي لو انا الجهاز دوت قايل معايا ان هو رامات 2 جيجا مثلا وذاكره 32، بس هو فعليا هو 1.16، بننزل الابلكيشن دوت على الجهاز ومن خلاله هو بيطلع لي الداتا الحقيقيه، هيطلع لي ان الجهاز دوت الفعلي بتاعه 1 جيجا رام والذاكره بتاعته 16، وبيطلع لي الاندرويد دوت فيرجن كام فعلا، وبيطلع لي كل الداتا الحقيقيه اللي على الجهاز. الابلكيشن دوت انا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. ما تنسوش في النهاية تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان زي ما استفدتوا غيركم يستفاد ونقدر نوصل لأكبر عدد من الناس، عشان نقدر دايما نفيدكم بالمعلومات. واستنونا في الحلقة الجديدة مع إليو كون.